طبعا النهارده هنعمل معاكم الممبار والكرشه. واكيد ستات البيوت كلهم بيعرفوا يعملوا ممبار بالكرشه بطرق كتير مختلفه. النهارده هنعمله بطريقه بتاعتنا، تبقى طريقه مختلفه شويه، وان شاء الله هتعجبكم كلكم. لاننا الممبار هنقليه ولكن مش هننزله في الزيت، لان طريقه تنزيله في الزيت ده انا شايفها طريقه مش صحيه خالص. فانا يعني خطر على بالي فكره عملتها فعجبتني وطلع الطعم بتاعها كويس جدا. ان شاء الله هوريها لكم، هتبقى طريقة حلوة هتعتمدوها، وبعد كده هتطبقوها على طول من حلاوتها، وفي نفس الوقت مش هتاخد مننا زيت كتير. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو، لو مش عندي على القناة انزل اعمل اشتراك ولايك عشان يوصلك كل جديد. هنا هنحتاج معانا 3 بصلات متوسطين الحجم، هنقطعهم قطع ناعمة كده. وبعد ما نقطع البصل بتاعنا هنحتاج الخضرة بتاعتنا. هنحتاج معانا ربطة من الكزبرة عليها ربطة من الشبت، هنقطعهم ناعمين. وبعد ما نقطع طبعا الشبت والكزبرة بتاعنا، طبعا فينا اللي بيحب ياكل الحار، فينا اللي ملوش في الحار. اللي بيحب الحار هيعتمد زي مثلا 2 حار أو 3 على حسب ما هو عايز، ويقطعهم برضك ناعمين. وهنيجي كده على طاسة سخنة على النار ننزل بيها بمكعب زبدة. وبعد كده هننزل نشوح البصل بتاعنا، هنديله ندبله كده معانا على النار. وبعد ما يدبل معانا ما ندوش اللون اللي هو الأحمر خالص، لأن كده كده لسه هنسويه جوه الممبار بتاعنا. وبعد كده ما دبل معانا هننزل عليه ب4 طماطم، نعملهم طبعا في الخلاط وننزل بيهم. بعد كده معلقة صغيرة من الكزبرة، نص معلقة من الزعتر صغيرة، نص معلقة من الكركم برضك صغيرة، وننزل كمان عليهم بربع معلقة من الشطة، وعليهم كمان نص معلقة من الكمون صغيرة، برضك معلقة من الملح كبيرة، الملح بس اللي معلقة كبيرة. وبعد كده هننزل بشوية الفلفل بتوعنا اللي احنا مقطعينهم ناعمين، هندي ده كله زي تسبيكة كده. وبعد ما نسبكه كويس كده طبعا السبك معانا، هنقوم جاي ايه محضرين الرز بتاعنا. طبعا هنحشي بالممبار والخضرة بتاعتنا طبعا قطعناها، هنحطهم على بعض. وبعد كده نجيب الصلصة بتاعتنا نقلب ده كله مع بعض كويس، طبعا بهاراته صلصته كله على بعضه كده جاهز. نديله بس تقليبة كويسة. وانا لسه عندي بس التوم ما حبيتش احطه على النار عشان تفضل الريحة بتاعته يعني ظاهرة اكتر، فما رضيتش ان انا انزله على النار. كده هاحط التوم واقلبه تقليبة. وبعد كده محضر معايا طبعا الممبار بتاعي غسله كويس، وحطه في مصفى بقاله تقريبا حوالي ساعة عشان يصفي المية بتاعته كويس. وهنا طبعا لما نيجي نحشي الممبار كلنا طبعا عارفين نحشي الممبار ازاي، ولكن اهم حاجة لما نحشي الممبار نديله مساحة ان هو ياخد حقه، والرزاية تاخد حقها وايه وتكبر براحتها. يعني مش نص الممبار كمان نحشيه، يعني لو اقل من نص يكون افضل. وهنا المية بتاعت الممبار بتاعتي هنزل عليها ب3 من ورق الليمون و... و4 من القرنفل. وهنحتاج عليهم معلقة من الملح، هنحتاج عليهم نص معلقة من الكاري، وهنحتاج عليهم كمان نص معلقة من البابريكا المدخنة. لو مفيش بابريكا مدخنة يبقى بابريكا عادية. وكده خلاص. وهنحتاج عليهم شوية الملح، وهننزل بعد كده بالممبار بتاعنا. ولكن أفضل ننزله كده بإيدينا بالراحة كده، بحيث إن هو ما يجيبش علينا مية سخنة أو حاجة. طبعا هننزل بالممبار بتاعنا ونسيبه لغاية لما يستوي كويس. وبعد ما يستوي هنحاول نطلعه في مصفى برضك نصفيه، عشان بعد كده هنعمل الطريقة بتاعتنا اللي هو تبقى طريقة مختلفة كده عن إيه، عن طريقة القلي في الزيت، لأنها برضه طريقة مش صحية وبتكلفنا زيت كتير. هنا هنحتاج الكرشة بتاعتنا مكعب برضك من الزبدة، هننزل عليهم ب4 5 فصوص من التوم مهروسين، نديهم تشويحة بسيطة مش أقل من 5 ثواني. وبعد كده ننزل 5 فص من الحبهان، فصين من القرنفل، 2 من الليمون، 2 من ورق اللورة. بعد كده نشوح البصلة. بعد كده الكرشة بتاعتنا عشان انتوا شايفين كده غاسلينها ومنضفينها كويس ومصفيينها، هننزل بالكرشة بتاعتي. الكرشة بتاعتي هحاول بقدر الإمكان إن أنا ما انزلش عليها أي حاجة غير البهارات لغاية لما ننزل بس بهارات. وبعد كده نسيبها ايه تاخد راحتها في التشويح. هنحتاج معانا معلقة كبيرة من الكمون على الفلفل الأسمر، ولكن يكون ايه يعني معلقة حب ما تكونش مفرومة. بعد كده نص معلقة من الكزبرة، وعليها ربع معلقة من الشطة، وعليها كمان نص معلقة من الكركم. هنشوح ده كله مع بعضه كويس. أهم حاجة أنا تقريبا خليت الكرشة قبل ما أنزل عليها مية تقريبا أقل حاجة حوالي ربع ساعة تلت ساعة. كل ما تتشوح كويس كل ما تديني الطعم المظبوط معايا. شايفين شكل الكرشة؟ اللي يشوفها يقول دي استوت نص سوا. بعد كده هحتاج معايا 5 عصير من الطماطم. هنزل بالطماطم بتاعتي أسيبها تتسبك معايا كويس، مش هزود مية خالص غير لما الكرشة بتاعتي تتسبك مع الصوص بتاعي. وهنا هفتح عليها أكيد طبعا اتسبكت كويس في الوقت ده، هديها
شوية مَيّة سخنين اللي أنا محتاجهم، بحيث تستوى براحتها، والمَيّة ما تكونش قليلة عليها برضه في نفس الوقت. هنا هارجع للممبار بتاعي تاني، طبعًا الممبار بتاعي استوى، هاحاول إن أنا أطلّعه من المَيّة بتاعته، أصفّيه طبعًا كويس. هنا هاطلّعه في مصفى وأسيبه تقريبًا 5 دقايق، 10 دقايق يصفّي المَيّة بتاعته، وهادهن طاسة عندي وهارُص الممبار بتاعي. هاحتاج معايا معلقة أو معلقة ونُص من الزيت بس، عليهم نُص معلقة من الصلصة. هاقلّب ده كلّه مع بعضه، عليه عصرة ليمونة ورشة ملح صغيّرة، يعني معلقة ونُص من الزيت بس، وعليهم نُص معلقة من الصلصة. هادهنهم دهنة كده طبعًا بعد ما دهنت الطاسة بتاعتي، هادهنهم دهنة وأدخّلهم الفرن. الفرن بتاعي يكون سخن. شايفين ده كان الشكل النهائي بتاعي بتاع الممبار، منها اتحمّر تحمير كويس، وفي نفس الوقت ما نزلش الزيت، ما خدش منّي زيت كتير.